صباح الخير. انا طالع بدري اهو. اهو انا طلعت خلاص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وبخير عافية واحسن حال. ازيكم يا حبايبي؟ طيب تمام، حلو الكلام. حلمي العسال، احلى صباح يا حلمي، صباح العسل. حبايبي على اليوتيوب ازيكم؟ ابراهيم حفيظ سومة. انا بص اللي هعرف اقرا اسمه هقراه. اللي اسمه على اليوتيوب غريب. عبد الحميد ازيك؟ سامح الكوبي، ربنا يحفظك ويبارك فيكم في اولادك ويكبر بخاطرك ويكفيكم ويرضيكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله اكبر، ايه يا عم بس الكلام الحلو ده. شكرا يا عبد الحميد. عبد الحميد شكرا يا عبد الحميد. ازيك يا حاد؟ مينا سمير ازيك يا مينا سمير؟ انت لسه عايش يا مينا؟ بسم الله ما شاء الله. غريبة قوي. اخباركم ايه؟ اهلا وسهلا باهل موريتانيا، اهلا وسهلا. ازيك يا سماح؟ ازيك يا هناء؟ افضل نظام وافضل دكتور، جزاك الله كل خير، اشكركم. صباح الخير يا سوريا ازيك؟ مريم بالحاج ازيك؟ عاملين ايه؟ ابو راشد الديوبي، دايما يا ابو راشد بشوف رسايلك وبشوف تعليقاتك وبشوف كلامك الحلو. ايمان السيد احمد ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا يا حبيبتي. الرسام عمرو سمير، اخباركم ايه؟ الحمد لله على سلامتك. انا كويس الحمد لله. ممكن تتكلم عن تشكل حصى المرارة؟ لا. كم جرام بروتين في الايه؟ في الايه؟ استنى في الايه؟ كم جرام بروتين للكيلو اللي عايز يبني عضل؟ يلا يلا من هنا يلا. يلا يلا. انت جيت غلط يلا، الحمام اخر الطرقة شمال. فاطمة ازيك؟ انت فاطمة بتاعت المغرب؟ ازيك يا فاطمة؟ امال سالم ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الدكتور تامر الباز اهلا وسهلا. انت جاي من بدري. انا بص انا طلعت بدري النهارده عشان عرفت ان مصر فيها حظر تجوال بعد 9 مساء، فالرجاله قاعده في البيت يا عيني. هو الراجل كان بينزل يقعد على القهوه. هو يتغلب له دورين طاوله. انا احوالي كويسه الحمد لله. يتغلب له دورين طاوله ويروح. مصر مظلمه من غيرك حرفيا. ايوه هي مظلمه بس مظلمه باهلها يعني. اخوك بيمشي وهو نايم ولا بيتكلم وهو نايم؟ ازيك يا هدى يا بدران؟ عامله ايه؟ بتقول لك مفيش حظر تجوال، هما بيضلموا النور الساعة 9 بالليل، فتلاقي الرجالة مش عارفة تقعد على القهاوي بقى. يقعد على القهوة يلعب طاولة ازاي؟ هو ناقص يحسس. شادي محمد ازيك يا شادي يا محمد؟ بصوا انا هقول كلمة. انا رايح دكتور اسنان، مش عارف يعني ايه بس تمام. روح دكتور اسنان احسن من القهوة. موضوع اللي هو التطعيم اللي ماشي والالتهاب السحائي والكلام ده، ما حد اللي ماشي على النظام ما ياخدش تطعيمات. مفيش حاجة اسمها فيروس ولا فيرال انفكشن ولا الكلام الهجص ده. والله السلمون المدخن مش بطال بس ما يتكررش كتير يعني. العصيدة السوداني انا ما اعرفش غير الفول السوداني يعني. يعني ايه عصيدة سوداني يعني؟ ما تقولي لي مكوناتها كده. صباح الخير يا ولاء يا سمير ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ يعني ممكن حضرتك تقول لنا مكوناتها وانا اقدر اقول لك معانا ولا لا؟ او يعني مش معانا، اصل كلمه معانا ومش معانا دي كلمه اصلها دمها تقيل برضو. يعني اقدر اقول لك متاحه وانا اساعدك يعني.
يعني خلي كلامك في المتاح، بلاش تعملي مشاكل دوليه. العصيده السوداني، لو قلت العصيده السوداني لا فهيتضايقوا السودانيين. زي ما واحد يجي يسالني يقول لي التلبينه النبويه معانا، فانا لو قلت لا يعني فاهم هيبقى الكلام مش مظبوط. فحضرتك يا ريت تقول لنا ايه التلبينه يعني عشان اقدر اجاوبك. لكن التلبينه اللي انت سالت عليها مش مسموح بيها اصلا. تمام؟ ده التلبينه لو انت بتتكلم على التلبينه. زي واحد قال انا هقول لكم الثريد زي ما النبي وصفه، قام حاطط بصل وحاطط لحمه وحاطط دقه بالثوم. طب يا باشا ده ما حصلش ايام النبي، انت فاهم؟ ده ما حصلش ايام النبي، بس هو قال لك انا هقول لكم الثريد اللي النبي وصفه ان هو احسن طعام، بس مش ده. يعني مش ده ازيك يا واد يا حسن، مش اللي هو قال عليه الحمار ده حمار. خلاص دكتور عندي وجع تحت القفص الصدري الجهه اليسرى. الف مبروك يا سليمانه، الف مبروك. المدام عندها حمل كاذب. عندها التفاف في القولون تحت الحجاب الحاجز هنا في الناحيه الشمال، في الناحيه اليسرى. هو فعلا كشف حضرتك 300 دولار؟ لا 500 يا حبيبي، مش 300. 300 ده زمان، سالت زمان بقى ما سالتش قريب. وبعدين يا جماعه والنبي بلاش الاسئله دي على اللايف عشان خاطر مش عايز اخرج من شعوري. يعني انا بطلع لكم في اللايف اللي عايز حاجه يسالها هنا، فاهم؟ لكن عايز تكشف انا بكشف بمزاجي. ان شاء الله احط 1000 دولار انا حر، انت مالك، ما يخصكش خالص. ازيك يا استاذ محمد علام؟ على فكره انا ما طعمتش بنتي من اول الولاده، وهي عندها قد ايه دلوقتي؟ بسم الله ما شاء الله. طمنينا على القطقوطه الصغيره عامله ايه. اللي عايز يبني عضل ما تبني عضل يا حبيبي. هو انت انا منعتك؟ روح العب حديد. انت واجع دماغي انا اللي خلفوني ليه؟ ما تلعب وروح شيل، يعني شيل اللي انت عايزه ان شاء الله، حتى تشيل الهرم كله ما تشيله. امي بتربي فراخ في البيت، ينفع اكل منها؟ او ده من الفريكونتلي اسكت كويستشنز اللي هي الاف اي كيوز اللي احنا هنتكلم عليها النهارده. ماشي، ف احنا بنشكرها على السؤال ده لان السؤال ده سؤال متكرر. طالما امك اللي مربياها في البيت، طالما امك اللي مربياها في البيت خلاص اطفحيها انت وامك. دي عينه. اللي سألت السؤال دي عينه. ايه مشكلتك مع الفراخ البلدي مثلا؟ ايه مشكلتك؟ ايه يعني فرق الفراخ البلدي ايه من الفراخ البيضاء؟ مفيش فرق يا بابا، هو نفس الكائن يعني. ومطعماها في البيت، مش عارف يعني ايه مطعماها في البيت. يعني مأكلها في البيت، تقول لك انا لو بأكلها الفراخ في البيت. واحد بيقول انا ماشي على النظام بس عندي غازات كتير، يبقى طفحك غلط على طول. طفحك غلط. حبيبي ازيك يا خالد يا عايد؟ عامل ايه؟ كلينيكال فارماسيست احمد همام. انا بطلت ابيع دواء يا باشا وبطبع ورق في نظام الطيبات بوزعه لوجه الله. الراجل ده بيفكرني بواحد كان بيبيع كتاب في اشاره روكسي. فبقول له انت صحتك كويسه، بدل ما بتشحت روح اشتغل يعني. قال لا انا ما بشحتش، انا ببيع لك كتاب قصه السارق التائب. قلت له يا ترى مين السارق التائب ده؟ قال لي انا. وعامل كتاب 30 صفحه كده. هو بطل السرقه الحمد لله، ربنا تاب عليه من السرقه، بس بقى شحات. هو كان سابقا سارق لكن دلوقتي هو متسول، فاهم؟ يعني ما تخلطش الاوراق ببعضها انت. وبعدين اللي هيخش يعني يضيف مثلا يقول لك التدخين مضر. عبد الله المالكي حبيبي. امير ينبع ازيك يا عبد الله؟ حبيب اخوك والله يا عبد الله.
عبد الله الملك يا جماعه من اكتر الناس اللي بتدعمني نفسيا، بتلاقيه من وقت للتاني بيدخل يبعت لي رساله بسيطه بيشجعني. استاذ كاريزما بيسال الفلافل مره واحده في الاسبوع يا بروف. طب انت عايز تاخد مني ايه؟ يعني عايز تاخد مني ايه؟ يعني فتوى حلال. لو الطعميه مره في الاسبوع حلال يا حبيبي، حلال يا بابا. والنبي يا جماعه اي حد هيفتي ويقول الرسول اكل الدجاج، انا بص، انا هقول لك على حاجه. بص، لا ولا انت تغور في داهيه اصلا عشان انت كذاب. زي ما قال لك يعني ايه النبي قال لك احذروا الابيضين، ده حديث اخراج حكيم وايزمان. ما حصلش الحديث ده، مش موجود في السنه النبويه خالص، ما اتقالش. فبلاش ترددوا الكلام وخلاص. مين يا سمير؟ كفايه بقى، اطلع من دماغي. خليل ابو العيله ازيك؟ اول لايف احضره لحضرتك، ده من دواعي سرورك، من حظك الحلو. نادي يا رشيدي، مش ناوي يا بابا تطلعي معايا لايف؟ يا حبيبتي ازيك؟ محسن ممتاز ظهر اهو. ما اكلش الضب وما اكلش الدجاج، ما اكلش الحاجات دي خالص النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين انا عايز اقول لك حديث عن السيده عائشه رضي الله عنها وارضاها، اما جم اتكلموا معاها بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت لهم لم يشبع آل بيت محمد. قال بيت محمد يعني مش بيت واحد، ده 9 بيوت. لم يشبع آل بيت محمد من طعام شعير يومين متتاليين حتى قبض. يعني يوم ميه ويوم ياكل خبز، يعني ما كانش بياكل خبز كل يوم. عشان تبقوا فاهمين بس القصة ماشية ازاي، عشان ما حدش يفتي. النبي اكتر واحد كان بيجوع نفسه، وكان مش بيجوع نفسه بالمعنى مش بيجوع، هو بيجوع نفسه، يعني كانت مقصودة. تمام؟ وده من دواعي الصحة، ان انت تجوع نفسك. يعني ايه تجوع نفسك؟ يعني انت ازيك يا محسن يا ممتاز؟ انت من سوريا؟ غريبة قوي، مع ان احنا درسوا لنا ان محسن ممتاز ده مصري. معرفش انت ازاي من سوريا، يعني انت فاهم؟ انت ازاي من سوريا وانت محسن ممتاز؟ ازاي ومحسن وممتاز؟ ده تشابه اعضاء ده ولا ايه ده؟ بصوا يا جماعه، النظام انا طرحته على الملأ للعامه عشان الناس كلها تمشي بما يرضي الله، خلاص، والناس كلها تتبع النظام. وما كانش هدفي الاصلي من وراه غير الفايده العامه للناس. فموضوع الحرب اللي قايمه عليا وعليه ما ملهاش محل من الصحه، لان خلاص بقى في ملايين ماشيه على الكلام ده، يعني ملايين ماشيه على الكلام ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في اصل الموضوع هو كان بيجوع نفسه. يعني ايه بيجوع نفسه؟ يعني ما كانش بياكل عمال على بطال. حتى سيدنا عمر بيقول لك اما كان بيروح عنده يعني منزله او غرفه من غرفه، يعني بيقول لك كان يجدوه نائما على الحصير، فإذا استيقظ فيلاقي جنبه ده متعلم فيه من الحصيرة. يقول لك فإذا نظر إلى جدار الغرفة لم يجد ما يرد إليه بصره. يعني مفيش لوحة، مفيش قلة، مفيش حاجة يبص لها نظره يرد فيها. فمعنى كده إن هو كان بيتزهد، يعني حتى مع وفرة الفلوس معاه حتى في أواخر أيام الدعوة، لكن كان هو بيزهد في الحياة. دي وظيفة حضرتك انت، دي وظيفة حضرتك في الدنيا. فانت ما تبصش للأكل ان هو واجب وطني عليك وعليا. ما تقوليش افطر ايه واتغدى ايه واتعشى ايه، ما اعرفش، مش هرد عليك، عشان انا ما بعملش كده. انا اصلا شخصيا انا ما باكلش غير ما بجوع، واما باكل بسد جوعي، لان انت مش مطلوب منك ان انت تاكل اكل مغذي